فارق الامكانيات اليوم بس العيال لانهم ما قصروا. دقيقة نلعب طرف واحد مع عليك. الحق يا رجال، تتكلم بالمنطق وبالعقل. الشباب لعب 90 دقيقة يلعب من طرف واحد، تتكلم بالحق انت وياه. كنا متأملين ان احنا ناخذ 3 نقاط. ليه؟ الحكم اليوم يعني صعبها على اللاعبين وضيع منا الفوز. الشباب راح يبقى وراح يظل مهما سووا مهما عملوا، بيبقى الشباب كبير بمجهوده، أدائه، برجالاته، بلعيبته، بجمهوره. مهما قالوا مهما عادوا الشباب يبقى كبير وكبير العاصمة. لعبت 90 دقيقة ألعب مرمى واحد وأنا بدون دعم ما عندي ربع دعم من عند الأندية. هاي ميكس مباراة الشباب والهلال. الشباب كان والله الحق بالفوز. اولا ركله جزاء لم تحتسب نادي الشباب. ثانيا الحكم نرفز لاعبين نادي الشباب طلعهم من طور المباراه. ثالثا الهدف الاول لنادي الهلال فيها عرقله من قبل الهدف. اشياء كثيره صارت في المباراه. والله الشباب كان الاحق بس ولكن اعترف والله الشباب ضيع انفرادات. انا عندي جمله ارددها بعد كل مباراه سواء فزنا او خسرنا. يا سلام. نبقى مع الفريق في الانكسار قبل الانتصار. يا سلام. اللاعبين يطالبونكم بالحضور، الرئيس يطالبكم بالحضور، الامير الرمز عبد الرحمن بن تركي يطالبكم بالحضور. ما كل منسوبين النادي يطالبونكم بالحضور. فرجاء يا جمهور الشباب اتركوا تويتر وتعالوا واتركوا منصات التواصل الاجتماعي واحضروا في الملعب. نبي افعال ما نبي كلام. يا هلا وغلا، يعطيك الف شوف موسم صفري، انت تدعم الشباب تستحوذ عليه، بعدين تعرف مستوى الشباب لحد المركز السادس بالظروف اللي حصل فيها الشباب. هذا انجاز عظيم للنادي الكبير، نادي العظيم، الكيان العظيم. والله شكرا للشباب وشكرا لكل اللعيبه والشوارع. تحيه والله العظيم الرجال. انا حاب اوصل رساله ان الشباب ما ابدا ما كان محطه حبوب. الشباب كبير الكبار وكبير الرياض وكبير العاصمه. يا لبي يا شيخ يعطيك واحده.